لو هنتكلم عن الميديكال نيوتريشن ثيرابي في حالات الكانسر او المرض الواحد زي ما كتير من الناس البسيطة بتقول عليه خوفا من حتى ان هي تذكر اسمه، لان هو فعلا خبيث وفعلا وحش. اول حاجة هنفكر فيها هي الانوركسيا او فقدان الشهية. ده بيحصل نتيجة اسباب كتيرة، اولا من الكانسر نفسه، نتيجة خروج البرو انفلاماتوري سايتوكاينز واللي بتأثر على الابرازات. فتلاقي العيان يجي يقولي والله يا دكتورة ايمان تعرفي انا كان قلبي حاسس ان انا عندي سرطان من قبل حتى ما اتشخص فيه. تاني حاجة هي رحلة العلاج، سواء كانت الميديكيشن والأعراض الجانبية ليها من كيموثيرابي أو حتى الراديوثيرابي. تالت حاجة هي الدبريشن أو الحالة النفسية اللي ممكن يمر بيها مريض السرطان. فبليز ما تتوقعش إنك تجيب له طبق كبير مليان عيش ومكرونة وفراخ ولحمة أو خضار وإن هو يخلص الطبق ده كله، لكن لازم إن احنا نشتغل معاه بسمول فريكوانسي ميل، وجبات صغيرة متعددة على مدار اليوم. دي هتكون أول حاجة. تاني حاجة ممكن نستخدم اورال نيوتريشن سبلمنتيشن. تالت حاجة هي الفود فورتيفيكيشن، ودي هنتكلم فيها المرة الجاية إن شاء الله.